السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن حاجة سألنا عليها كتير. تمام، ايه هي البرامج المخططات المجانية اللي ممكن نستخدمها ونشتغل عليها؟ تمام. احنا طبعا عندنا محتويين مهمين جدا. في محتوى للمخططات ممكن نبحث عنه عن طريق الانترنت ونجيب بيه المخطط. على سبيل المثال مخططات زي مثلا الاوبو، ده مخطط F1. بنخش بنبحث عنه. طريقة البحث كالآتي: بنكتب على الإنترنت موديل الجهاز وليكن F1 ليليجرام، أو F1 إشماتيك، أو F1 سيرفيس مانوال. ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده أول طريقة. طبعا المخطط ده عبارة عن مسارات والفولتيات اللي بتبقى داخلة وخارجة للجهاز وخطوط الاي تو سي. تمام. بنستخدم معاهم طبعا البرنامج المعروف فوكس 8 PDF ريدر. تمام. وفي بعض البرامج الأخرى اللي ممكن ننزلها ونستخدمها. على سبيل المثال برنامج زي الريفوكس، وطبعا دوت بنعمل له تسجيل وبننزله وبنستخدمه. برنامج زي الفون بورد، برنامج زي الفون بورد زي ما انتم شايفين. طبعا برنامج الفون بورد ده مشهور جدا، خاص بأجهزة الايفون، وزي ما انتم شايفين ملم بأجهزة كتير جدا للايفون. طبعا احنا هنتفرج بعد كده نشرح لكم برنامج، بس احنا بنوريكم ايه البرامج المجانية اللي انتم ممكن تشتغلوا بيها. وفي برنامج تاني اسمه شاومي تليجرام تولز، ده خاص بأجهزة شاومي. زي ما انتم شايفين اهو. مجرد ما تسطب البرنامج بيبقى ايه، بيشتغل تلقائي. في برامج اخرى ما بتشتغلش الا بانترنت وبرضه بتبقى مجانيه، زي تليجرام تولز وزي XIN تولز. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشرح التعامل على كل برنامج
زي ما انتم شايفين البرنامج اتفتح اهو، ملم باجهزه كتيره جدا جدا جدا. على سبيل المثال ادي جهاز اهو، نوت 5A شاومي. طبعا البرنامج دوت بيبقى ليه اصدارات نبدأ نشتغل عليها ان شاء الله. ده بيوريك اللاي اوت او البي سي بي ديجرام، وده هيكون البوردة برضو، وادي اخر حاجة هتكون الشماتيك بتاعه او المخططات زي ما انتم شايفين. بيشرح لكم، وادي المخططات بتاعت الجهاز. زي ما انتم شايفين. فاحنا كده النهارده اتكلمنا على برنامج الشاومي مخططات، اتكلمنا على الفون بورد، اتكلمنا عن 5 برامج مجانية ممكن نستعين بيهم ونستخدمهم في برامج المخططات، واتكلمنا عن برنامج عرض المخططات ملفات البي دي اف. ان شاء الله هنتكلم على كل حاجة من الحاجات دي على حداها، تمام، في الحلقات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.